بص، انا اتسالت كتير جدا في كل المنصات ازاي اقدر افرق بين الزيت الاصلي والزيت المضروب، وازاي اعرف التاجر ده غشني قبل كده ولا مغشني. سواء انت معاك عربيه او موتوسيكل او حتى نقل تقيل، فانا عايزك تعمل كوبايه الشاي بتاعتك الجميله وتيجي تكمل معايا باقي الحلقه، علشان انا النهارده هرد على كل التفاصيل اللي في خيالك. بص يا صديقي، مبدئيا قصه الضرب دي مجال واسع جدا وبتنقسم الى شقين. الشق الاول وهو الغش التجاري، والشق الثاني ان هو الزيت نفسه يكون مضروب. في الحالتين انت اتاذيت. بص، انا عايزك تركز معايا بالراحه علشان مش عايزك تتوه مني. انا دلوقتي داخل اغير لعربيتي جالون شيل الترا 5 دبليو 40 حمايه فائقه حتى 12000 كيلو متر او 13000 كيلو متر او 10000 كيلو متر، على حسب العربيه وعلى حسب الاجواء اللي انت فيها. فاحنا اتفقنا ان احنا داخلين نغير زيت شيل الترا. يبقى الجالون شيل الترا، ولكن اللي معبأ جوه الجالون تعاون 1. تعاون 1 ده 5 دبليو 40 فولي سنتاتيك، يعني تخليقي بالكامل، ويديك الحمايه الفائقه لحد 12000 كيلو متر لو انت الموتور بتاعك بحاله كويسه. فكده انت اتغشيت تجاريا. للاسف يا صديقي ان معظم التجار بتستخدم الحركه دي وهو ضميره مرتاح لانه حاسس ان هو ما بيأذكش، ولكن هو بيسرقك. اما عن الموتوسيكلات، فانا عايزك تتخيل معايا ان انت داخل على تاجر الزيوت علشان تغير لتر موتيل، واللي جوه العلبه مش موتيل، موبيل فورتي او شيل ادفانس، وفرق السعر هو بيكسبه بايده. بمعنى شيل الترا اللي احنا ذكرناه في اول الفيديو هو سعره الرسمي 2160، والتعاون ال 10000 ال 5 ده ب 40 سعره الرسمي 1375. فهو حط لك زيت 10000 ولكن مش العلامه التجاريه اللي انت اخترتها، فبدل ما هو كان هيكسب في جالون الالترا 200 300 جنيه، كسب من وراك 800 جنيه. فده اسمه الغش التجاري، وده معظم تجار الزيوت بيعملوه، وبيعملوه بضمير مرتاح كمان. نفس القصه على فكره يا سيدي الفاضل في الموتوسيكلات، بدل ما كان هيكسب 20 جنيه في اللتر حلال، فهيكسب من وراك من 40 ل 60 جنيه في اللتر، علشان هو غشك تجاريا. اما عن الضرب بقى، فهي دي المصيبه الكبيره اللي للاسف ما بتبانش مع عربيتك او ما بتبانش مع الموتوسيكل بتاعك غير على المدى الطويل. ممكن يكون الزيت كان راجع وتم تطهيره ورجع تاني معبأ ليك، وممكن يبقى الزيت مخلوط عليه جاز، وممكن يبقى البيز اويل نفسه مش تمام وما نعرفش مصدره. فالضرب يا صديقي هي المصيبه الاكبر. فانت ازاي تفرق بين الزيت المضروب او الزيت المغشوش او الزيت السليم؟ عايزك بقى يا صديقي تركز معايا وتسيبك من الحوارات اللي انت سمعتها دي كلها، وان انا اشم ريحه الزيت اعرف اذا كان مضروب ولا مش مضروب، او ادوق الزيت اعرف اذا كان مضروب ولا مش مضروب، او اشوف لون الزيت اعرف اذا كان مضروب او مش مضروب. المفاجاه يا صديقي ان لو الاثنين اصلي وده متخزن بطريقه مش كويسه وده مخزن بطريقه سليمه، ممكن يختلف في درجات اللون، وممكن تختلف معاه في الريحه كمان، لان دي تركيبات كيميائيه وبتتفاعل مع الحراره ومع ظروف التشغيل سواء هي بره او جوه. لان انا راجل بشتغل في المضروب، فانا كفاءه ان انا اطلع لك الزيت نفس اللون ونفس الريحه بتاعت المنتج الاصلي. فانا عايزك تشيل من دماغك القصه دي كلها. والله يا صديقي الموضوع بيرجع لشكل الاستيكر بتاع الجيركين وشكل البرشامه، ولا لون ولا ريحه ولا طعم. الموضوع كله منحصر اتجاه ستيكر الجيركن والبرشامه. تعال افهمك ازاي. انا دلوقتي تاجر شغال بما يرضي الله، وبعد ما خلصت المنتج بتاعي للعميل بتاعي بعت البلاستيك علشان انا طبعا عايز اخلص منه. وبعد ما بعت البلاستيك والجيركن سليم، طبعا بسبب النقل وظروف التشغيل بتاعت البلاستيك الاستيكر بيتهربد تماما، بس الجالون بيبقى سليم. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيروح للمعامل اللي تحت السلم اللي هي بتعمل الزيت المضروب، وبيرجع يهندل الجالون من اول وجديد، ويطبع لك ستيكر من اول وجديد. يبقى الاستيكر هو نفس لون الاستيكر، ولكن الزيت اللي جوه معبأ ومش من الشركه. فانا هعرض عليك فيديو دلوقتي هيشتغل واحنا شغالين مع بعضينا بنكمل الفيديو بتاعنا، بيثبت كلامي، وان هو الموضوع كله منحصر اتجاه الاستيكر وطريقه تغليف الجيركن. بص يا صديقي، لو انت هتقول لي اللي بيضرب الزيت قادر انه يطلع كواليتي بنفس الكواليتي بتاع طباعه شركه شيل او شركه موبيل او شركه كاسترول، لو هو عنده الامكانيه دي، طب هو ليه يضرب الزيت؟ ما يستورد بيز اويل ويعمل زيت لنفسه مخصوص. لو هو عنده الامكانيه انه يطلع جالون بكفاءه موبيل او شيل او توتال وهيصرف الصرف ده كله، طب هو هيكسب منين؟ ما يشتغل في السليم اصلا. فهو غصب عنه لازم يطلع ديفو بين المنتج الاصلي وبين المنتج السليم. انت بعينك اللي بتميز الديفو ده. الديفو ده هتلاقيه اما في شكل الاستيكر، هتلاقي الاستيكر ده مختلف عن الاستيكر ده. الديفو ده ممكن تلاقيه في شكل البرشامه، هتلاقي البرشامه دي طريقتها مختلفه عن تقفيل البرشامه دي. الديفو ممكن تلاقيه في شكل البرشامه بتاعت السلوفانه اللي من فوق، هتلاقي الشكل ده مختلف عن الشكل ده. فصدقني عينك هي اللي تقدر تحدد الزيت ده مضروب ولا سليم، ولا طعم ولا لون ولا ريحه. حاجه تانية يا صديقي هي برضو اللي تقدر تحدد لك ان الزيت ده سليم ولا لا قدر الله مضروب. فرق تفاوت الاسعار يا صديقي. ما ينفعش يبقى سعر جالون في السوق ب 2160 وتلاقيه عند حد تاني ب 1400 جنيه وتفرح انه فرق السعر ده في صالحك انت. صدقني فرق السعر ده مش في صالحك انت. وهكذا مع الموتوسيكلات. ما ينفعش يبقى لتر سعره 280 جنيه وانت تلاقيه ب 240 جنيه ولا ب 220 جنيه
وتفرح من فرق السعر وتفتكر ان ده في مصلحتك. اللي انا عايز اوصله لك ان مكاسب الزيوت بتتراوح من 10 ل 15% بعد بونصي وبعد حرق المبيعات بتاعتي. يعني انا يوم ما اعمل لك ديسكاونت علشان اراضي عميلي مش هيبقى اكتر من 10%، من 7 ل 10%. لما تلاقي ديسكاونت على حق جيركن 50%، فعلا ان هنا في حاجه غلط. يعني ايه جالون جيركن مكسبك فيه الرئيسي لو انت بتاخد يد اولى من الشركه 300 جنيه، بتنزل معاه فلتر هواء، فلتر تكييف، فلتر زيت، تربيط عفشه، وغسيل السياره بالكامل بالكيماوي من الداخل ومن الخارج. كل الخدمات دي ده غير الكشف على الاعطال بالجهاز. كل الخدمات دي مقابل 300 جنيه انت كاسبهم في جيركن زيت. هل ده عقل؟ هل ده منطق بلدي يا صديقي؟ وعلشان ما اطولش عليك في حلقه النهارده، كل اللي انا عايزه منك انك تمسك اللتر سواء انت موتوسيكل وتبص عليه كويس جدا. الجيركن مهندل، الطباعة مهندلة، مفيش بهتان في الألوان، مفيش درجة اختلاف في الألوان، البرشامة شكلها مهندل. تفتح الغطا وتشوف سنون البرشامة من فوق شكلها مهندل، أول مرة تتفتح، ملحومة لحام شركة مش لحام تحت السلم. ده المطلوب منك لما تيجي تاخد كيلو الزيت، حتى لو من عندي أنا شخصيا. مطلوب من حضرتك أو من حضرتك لو أنت معاك عربية، لما تيجي تاخد جالون الزيت تبص على الطباعة، تبص على شكل الكلام، تشوف الكلام مهندل، هل في الوان باهته على بعضها، هل الجيركن شكله سليم ونضيف، هل البرشامه كويسه مش كويسه. لان صدقني دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تميز لك الزيت المضروب من الزيت الاصلي، او الزيت المغشوش من الزيت الاصلي. وعلشان تتعافى من كل ده، اشتري الزيت بتاعك من مصدر موثوق منه، او من حد ليه اسمه في السوق واسمه تقيل جدا فمستحيل يتلاعب باسمه. بالمناسبه البنزيمه للاسف مش مصدر موثوق منه، او بمعنى ادق مش كل بنزيمه مصدر موثوق منه. فانا عايزك تقول لي في الكومنتات هل قبل كده وقعت مع زيت مغشوش او مضروب ولا لا، ولما وقعت في ده عملت ايه مع التاجر او اكتشفتها ازاي. وكمان لو عندك اي استفسار انا من العين دي قبل العين دي سيبه لي في الكومنتات، هرجع وارد عليه. كان معكم النهارده احمد السويسي، اول باول فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده. فعلشان يوصل لكم كل جديد اعملوا اشتراك في القناه. وسلام.